مرحبا بكم ومبارك عواشركم ورمضان مبارك سعيد. اش موجد رمضان؟ يلا قولوا لي اش موجد رمضان؟ سلو، زيد شباكيه، زيد البليغات، زيد يا اختي شريتي التميرات، شريتي الشباكيه وجدتيها وقديتي الامور ديالك. لا تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. شهر رمضان هو شهر الغفران، شهر التسامح، شهر اللي كنحاولوا حنا نوجدوا الجسد ديالنا باش تنقى. الجسد ديالنا خاصها تنقى شويه، وهذه هي الفرصه اللي كتعطينا حنا كمسلمين. الحمد لله. كما قلت لكم شهر رمضان هو شهر الغفران، شهر التسامح، والتسامح مع الذات بالاخص. كنتسامحوا مع الناس والناس اللي مقلقين منا، نصلوا صلاة الرحيم، ولكن بالاخص كنتسامحوا مع الذات ديالنا، الذات اللي حنا كنضروها، الذات اللي هي مريضه، الذات اللي دائما كتعاني من الامراض الناتجه على ايش؟ على برافو عليك، على سوء التغذيه، على الضغوطات النفسيه اللي كنعيشوها، على التخلاط والجلاط في حقيقه في الحياه والروتين ديالنا اليومي اللي هو سيء 100%. فهذه فرصه تعطات لينا في العام، فنحاولوا اننا نتسامحوا مع الاجساد ديالنا. وموضوع اليوم هو رمضان غير مع الدي اكس ام. كما كتشوفوا رمضان غير مع الدي اكس ام. علاش هذا العنوان اختاريته؟ بزاف ديال الاخوان والاخوات كياخذوا المكملات، ولكن في هذا الفتره كثرت واحد التساؤلات: امتى غادي ناخذ المكملات؟ كيفاش غندير ليها؟ واش المكملات كتفطر الا خديتها؟ واش المكملات غدير لي شي مضاعفات خلال شهر رمضان؟ فهذا الشيء غنحاولوا نطرقوا ليه اليوم ونجاوبوا. اول ما كناخذوا المكملات، يعني اي وحده كتجي هنايا للمركز، ديك السيده اللي استقبلتها فكتعطيها نصائح. انت كتاخذي المكملات فخاصك تاكلي معهم اكل صحي، يعني تبعدي على المقليات، تبعدي على السكريات، امولات الشباكيه، يعني تبعدي على البليغات، امولات البلغه، ياك؟ فخاصنا حنايا نديروا نظام الماكله ديالنا باش المكملات نستافدوا منها. وفي رمضان بالخصوص هذا التطبيق خاصو يكون كما قلت. انا ملي كتجي شي اخت لعند يعني انت جيتي عندي فغتاخذي المكملات، كنصحك كنقول لك خاصك تاكلي الاغذيه الصحيه، وزيد على ذلك انك ديري الصيام المتقطع. علاش الصيام المتقطع؟ باش الجسم يستافد من المكملات، الدوره الدمويه تدور بشكل منتظم، وبالتالي كيسهل الامتصاص ديال المعادن، ويسهل على ان الجسم يتحرك ويبدا يحارب فيه. المكملات كتحارب في ديك السموم. فعرفتوا علاش رمضان فرصه جميله تعطاتنا. ملي كناخذ المكملات في شهر رمضان، يعني بعض الاخوات كتقول لكم واش ناخذهم في السحور في الفطور؟ انا غنعطيكم واحد البرنامج اللي تقدروا تمشيو عليه كلكم ان شاء الله، وكان ناجح 100%. الحمد لله. في العام اللي فات كانوا اخوات عندهم السكري ما كانوش كيصوموا، اللهم لك الحمد. في الجروب ديالو كما كيشوفوا الاخوات معايا استطاعوا ان ذاك العام انهم يصوموا بدون مشاكل. يعني الحمد لله، اللي كان عندها السكر وكان عندها الخزان وكان عندها مشاكل ديال المعده وكان عندها مشاكل ديال القولون، فالحمد لله استطاعوا انهم كيصوموا بكل راحه. وهذا الشيء راه بيدك انت وانت، نتوما اللي قادرين انكم دوزوا رمضان فابها ساهل في شي حاجه اللي هي سهله. راه هذا هو اللي خاصو يتخدم. راه كنشوفوا دابا يا لا اله الا الله بحال الحرب نايضه، الحرب نايضه. انا كنقول سيري غير الكراج علال وكتشوفي تهافت على الماكولات، التخزين ديالها في الفريغو. هذه عاده سيئه، يعني حاجه اللي دخلت للفريغو خرجت راه ما كتعطيش المنفعه. حاجه زوينه ديريها في نهارك. يعني رمضان خاصني انا ندخل الفكره ان رمضان بحال الايام العاديه. كيختلف انني الماكله ما كناكلش في الصباح، كناكل حتى المغرب، وكنقوم بالتراويح ديالي وشهر العباده وشهر الغفران، وخاصني نكثر من القران ماشي بحال الايام العاديه. ولكن كيفاش انا غادي نتجاوز صهير الليل اللي كيكون تعب؟ انا بحقيقه الليل هو اللي كيضرني في الصهير. كيفاش غنقدر انني نتحمل؟ ساهل. الماكله ديالتي خاصها تكون طبيعيه، ونبعد على السكريات والمقليات، ونستعمل المكملات. هاد الخطوات اللي درناهم بثلاثه اكيد، ولا غير جربتوا غير يومين، شي غير يومين الا جربتوها غادي تلقاو الراحه ديالكم. ولا ما ارتحيتوش ديك الساعه تواصلوا معايا وقولوا لي شنو هو الخلل اللي عندنا. فالبرنامج اللي اعتمدته ذاك العام مع الاخوات واعتمدته انا شخصيا، اننا ملي كيودن المغرب بحال جميع المسلمين كنبداو بالسنه النبويه الشريفه اللي هي 3 تمرات اولا 5 تمرات اولا 7 تمرات، كل واحد والجهد ديالو. كناخذوا ديك التميرات وكنشربوا عليهم الميها، يعني باش كدوز ديك التمره، وكنكونوا ديجا وجدنا واحد الكوب اللي فيه
ميها دافيه، يعني كنوجدوه بهذيك الساعات المكانه تقريبا، كنديروا فيه عصير المرانزي، الكوردي باي اولا اي عصير من منتوجات دي اكس ان اللي متوفره عندنا، ماشي بالشرط نديروا 3 ولا 4، وكنضيفوا فيهم 2 ديال لاسبيرولين ولا 3 على حسب الكونسوماسيون اللي كتاخذوه بشكل يومي، حيت كاينين الناس اللي خايدين المكملات ديجا واصلين ل5 6 في لاسبيرولين، فهذاك الشيء اللي محدد ليه كنديروا دوك 2 ديال لاسبيرولين، الكورديسيرس اولا عرف الاسد والفطر الريشي، داكشي اللي توفر عندك كنخليه هذاك الكوب، كندير عليه شي حاجه اللي كتغطيه، وفي الوقيته اللي كناخذ التميرات وكنشرب ديك الميها كنجي كنشرب هاد المكملات، كنخلطهم كنلقاهم دابو، يعني ساعه ما كان راه كافيه كنخلطهم وكنشربهم. كتاخذي التميرات هما الاولى ياك كتشربي كتفرقي صيامك وكتاخذي المكملات من بعدهم مباشره. ديك الوقيته ملي كتشربيهم كتمشي توجهي للصلاه ديالك ديال المغرب، كتصلي. كاين الرجال اللي كيمشيو للجامع، هذيك راه فرصه لهم زوينه انهم حيت كيتحركوا كيخرجوا وكيتحركوا كدور الدوره الدمويه كيستافدوا. مني كنصلي صلاتي كنتوجه للمائده ديالتي، ديك المائده الزوينه ديك الزوينه، راه سيروا للحريره وسيروا يعني حاولوا تنقصوا شويه. انت اللي باغا تحددي يعني الماكله ديالك وباغا تكوني في الصحه، خاصك تخدمي عقلك في رمضان. يعني ما نمشيش ناخذ هاد المكملات ونضرب واحد 3 الجبابن ديال الحريره اللي عامره قنبله ديال العدس، ناخذ شهوتي، ولكن ناخذ واحد شويه اللي غيشبعني اللي غيقنعني بحال هكا كضحك ضارب 4 الجبابن انت قال لي غتحيدي لي الحريره ما يمكن. المهم كناخذ واحد لاصوب ديال الخضار، يعني هذا هو البرنامج اللي غنقول لكم انا اللي تابعته ولقيت عليه الراحه. كناخذ واحد لاصوب ديال الخضار وكناخذ حداها طويجين ديال الخضره ولا ما تيسر بحال هكا، اولا خضيره طايبه في الفران، ونحاول نبعد على وناخذ شلاضه، نوع من شلاضه زوينه في البدايه، خصوصا كان الميكروفيجي داك العام كنا كنديروا فوق منها، فكيعطي واحد يعني كيعطيك واحد الخفه زوينه. الميكروفيجي زوين، واحد المنتوج نتمنى انه يكون عندنا في المغرب، فكندير فوق من ديك شلاضه متنوعه بالخضره وكناكل وكنتسرح واحد شويه وكنستعد للتراويح وصلاه العشاء. غير ديريها قبل ما نتوجه لصلاه التراويح كناخذ واحد قهوه سوداء او اي نوع من القهوه دي اكسان. علاش؟ اولا الشاي، كاينين المنتوجات ديال الشاي دابا اللي دخلوا عندنا متنوعين، ناخذ واحد فيهم. علاش؟ لان غتنشطني وغادي نفيق وغنقدر انني نبرك ونستعد لسماع ما يذكر في الجلسات الدينيه. ماشي انا غادي للجامع وناعس تيكمل الفقيه ويقول راه صليت التراويح وجيت. كاينين شي اخوان كيمشيو حتى للجامع ويبركوا، يا كيديروا التراويح 3 ركعات 4 ركعات وتلقاهم اللور بحال في بعض العيالات باكي اللور ما كتكملش دوك الركعات ديال التراويح كلهم، كتلقاها باكا اللور كتنهج. علاش؟ راه كلات السكريات. انا باغي نرضي راسي مع الله فنحاول نحافظ على راسي، ناخذ شي حاجه ديال السكريات نقلل منها. راه خديت التمر ماشي مشكل، خديت شباكيه ناخذ بريوه عافاك غير نقص شويه، ناخذ بريوه نحيد شهوتي، ولكن ما ناخذش 6 البريوات 6 الشباكيات، يولي بنادم ثقيل ما غيقدرش انه يوقف انه يصلي. فهذا البرنامج نعاودوه ديال قبل الافطار نديروه قبل السحور، حتى هو نعاود ندير واحد الكوب نوجد فيه هذا العصير مع مياه دافيه مع الكورديسيرس مع لاسبيرولين مع الفطر الريشي وناخذو قبل السحور. من بعد السحور غادي نلقى راسي الجسم ديالي بدا كيستافد. يعني شنو المغزى من انني غناخذ داك الكوب قبل الفطور وقبل السحور؟ شنو هو المغزى؟ هو ان الجسم ديك الوقيته ملي كتدخلوا هاد المكملات فهو كيحرك الجهاز الهضمي، كيقول ليه نوض سيدي فيق شويه، راه غتدخلك اطعمه كيحفزوا. وملي كندخلوا لاسبيرين وعرف الاسد والكورديسيرس فهنا كنكونوا عطينا للجسم كل ما يحتاجه من طاقه باش يستعد للصلاه وقيام الليل. هنا عطينا تقريبا نقولوا ما يمكن الزامه بالجسم عاد باش كندخلوا الاطعمه اللي قلت لكم، يعني واحد لاصوب ديال الخضار واحد الطويجين واحد. هنا الجسم كيبدا يستافد، هنا ما كنحسوش بالعيا، ما كنحسوش بالتعب، ما كنحسوش بالجوع، ما كنحسوش بالدوخه. كاينين الناس اللي كيوصل غير المغرب وكيدوخوا، غير كيشرب الماء كيدوخ ما كيبقاش كيوقف. ياك كاين هادشي ولا لا؟ علاش؟ لان السكر مخربق عنده، يعني انت خديتي من هنا وخديتي من هنا السكر تروان عندك، فبالتالي هنا ما كيبقاش داك التعب وما كيبقاش داك الكسل وما كيبقاش داك الخمول. كنشوف راسي انني قادره انني نمشي نصلي ونخرج مازال ونمشي نزور ونمشي عند الاهل ونتصالح معاهم ونتعشى مع عائلتي ونرجع ونتسحر
عادي. صدقوني الا جربتوا هذا البرنامج والله حتى غترتاحوا بلا حلوف. ان شاء الله تبعوا هذا البرنامج ان شاء الله، فغادي تلقاو راحتكم فيه. اذا المكملات غناخذوها قبل يعني قبل الفطور من مورا 3 تمرات اولا 5 تمرات اولا 7 تمرات كناخذوا المكملات ديالنا وكنفطروا الفطور الصحي. وعاوتاني مع السحور قبل السحور كناخذوا بواحد نصف ساعه نفس لا دوز اللي خدينا واللي نتوما كتبعوها وكدور تتسناو حتى كيستافد الجسم منها. وكناخذوا السحور ديالنا ونتبعوا ان شاء الله. ورمضان كريم مع مكملات دي اكس ان، ورمضان ان شاء الله يدوز بابها حله ويستافدوا منه ويستافد الجميع منه. السؤال الثاني اللي كاين اللي كيقول واش المكملات غتفطرني؟ علاش غتفطرك المكملات؟ المكملات هي اغذيه ماشي ادويه، وهذا السؤال كيتكرر بزاف كل عام كنسمعوه. علاش غتفطر؟ واش انت غتاخذها قبل الفطور؟ الا كنتي غتاخذها قبل الفطور راه غتفطر الا خديتها قبل الفطور ولكن انت كتاخذ المكملات مع مورا الفطور مورا اذان المغرب راه غتستافد منها، ما كتفطرش. هي اغذيه تصنف ضمن الاغذيه اللي كتعطيك واحد الطاقه واحد الحيويه واحد النشاط. هذا هو السؤال اللي كان مقترح من بعض الاخوات في لي كومونتير عندي. وغادي ندوزوا الان الا ما كانش عندكم شي اسئله بغيتو تسولوها، كاين عندكم شي سؤال بغيتو تسولوا على شي حاجه ما كاينش. حنا بعدا اول حاجه ما عندناش ادويه. برافو عليك. شوف المكملات خاصه بالكور كله بالجسم كله. ما كاينش شي واحد غادي يجي يقول لي الطونسيون او لا يجي يقول لي خاصني ديال السكر اشنو نعطيك. انا نعطيك قاعده انت سولتي وانا غنجاوب. انا غادي نعطيك الجواب على السؤال اللي غادي تقولي من بعد صافي. بالنسبه للمكملات هي خاصه بالجسم بالعلل الخاصه في الجسم ديالنا. يعني هذا الجسم كتعمل كتنقيه للذات ديالك. ملي كتاخذي المكملات انت تقدري تاخذي عندك لا طونسيون ولكن كتلقاي عندك السكر غادي تلقايه تعالج وتقيح. المكملات يعني تعالج العله اللي ناقصه عندك في الجسم. ملي كتدخل الجسم فالمكملات ملي كتدخل الجسم انا غادي هي تستهدف الخليه اللي هي مريضه ياك. دابا الامراض ملي كتجي الامراض خليه هي اللي كتكون في خلايا الخليه عندنا بحال المهم انا درت لكم كشكل دائري. الخليه ملي كتموت كيكون داير بها سموم ياك، وهاد السموم كتبقى تكمش في هذيك الخليه تكمش في الخليه تكمش فيها حتى كتقتلها ياك. المكملات اش كتجي دير؟ كتجي كتفك هاد السموم كتحرر الخليه كتحررها وكتمشي للنواه هنا وكتبدا تحيي فيها كتجددها. يعني الاخوات اللي معايا الجي ال عندنا الجي ال الفيتريشي الجي ال وعندنا الارجي. الجي ال يجدد الخلايا ياك يعطي الاكسجين زيد كيدير عاوتاني يوازي المناعه. هذا الشيء كيدخلوا لهذه الخليه بالتالي كتحرر الخليه يتم التحرير ديالها. كيجي الارجي كيخرج ما كيقوم به الجي ال. يعني هنايا كيبدا كيحيد السموم كتبدا تناطر في الجسم ديالنا خاصها تخرج على برا كيخرجها من الجسم اخراج السموم. واي خليه مريضه راه عندك طونسيون عندك سكر عندك الكلاوي عندك العين عندك كل شيء، ولكن ملي كيدخل الفيتريشي كيخدم على الخلايا بالتالي كتقل الامراض وكتمشي الامراض وكيتحرر الجسم. وهنا كنقولوا بان الامراض نتيجه لمرض الخلايا. هذاك الشيء علاش المكملات كنقولوا تستهدف الخلايا. هنا ما كيبقاش المرض. وهنا ملي كياخذ واحد التوازن ديال المناعه كيولي الجسم قادر انه يدافع على راسو بلا ما ياخذ شي دواء. مثلا بحال الناس اللي خداو المكملات ضرب كيكون يعني فتره كورونا هذه الاخيره بزاف ديال الاخوات كيجيو انا منهم جانا داك الاوميغا كرون داك ديال القراجه وكتشوفي المضاعفات كيكون الراس عندك ضارك وفيك السخانه، ولكن في ديك الوقيته قادره انك توقفي وانك ديري الحوايج اللي كديرهم في الايام العاديه. علاش؟ لان عندك مناعه. لو ما كانتش المناعه غتلقاي راسك ديما طايحه وسخفانه. اذا هنايا المكملات كتوازن لك المناعه في الجسم. ملي كتوازن المناعه اكيد ان الخلايا كترجع للطبيعه ديالها كتخدم. نقولوا مثلا بحال واحد الخلاط كهربائي خليتيه انت من العام اللي فات وحطيتيه وبغيتي تجبديه عاوتاني لقيتي الموتور ديالو صدى غيدور ما غيدور. هكاك حنايا الاعضاء ديالنا الخلايا ديالها الا صدات السموم
ما غدورش. هذاك الشيء علاش كنلقاو هذا عنده الكلاوي، هذا عنده السكر، وهذا عنده الطونسيون، وهذا عنده الكوليسترول. علاش؟ لان الخليه ضعفت وانكمشت وتغلفت بالسموم. فالمكملات جات حرر راسها، هنا ما كيبقاوش الامراض. شنو السؤال ديالك اللي كنتي بغيتي تقولي المره الثانيه؟ فعلا لاسبيرولين الناس اللي عندهم مشاكل. السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس بخير. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب، شوفي حنا لاسبيرولين دابا حاليا شوف لا ماشي حاله استثنائيه. كاين لاسبيرولين، كاين واحد الحالات ما كياخذوش فيها لاسبيرولين، وكاينين الناس اللي هما معنا في التجربه كيقول لك عطي لاسبيرولين لان عندها فوائد كثيره، ولكن بواحد لا دوز. بحال الاخ ديالك كياخذ لاسبيرولين وحده ويشوف كيفاش داز عنده النهار، كاك النهار الثاني النهار الثالث داز عنده الامور بخير، يقدر يدير جوج، من يتزير يوقف يرجع فهمتي. هكاك المكملات كلها كنعطيوها حنايا دابا يا الاخوان والاخوات كياخذوا المكملات، كنمشيو معاهم نهار وحده، نهار جوج، نهار ثلاثه. ملي كيقول لك وقعات لي ردود فعل كنحبس انا عند هذيك لاطور كنرجع. ولكن علاش يرجع عند جوج؟ حيت هو محتاج لاسبيرولين فيها بزاف ديال المعادن اللي غتفيدو في الجسم ديالو، فهمتيني. و يعني بالنسبه ليه هو ياخذ الكورديسابس راه غيفيدو بزاف. الكورديسابس لجميع مشاكل القلب، مفيد بزاف للناس اللي عندهم القلب، اللي عندهم كلاوي عرفات بطبيعه الحال غتعرفوا. هي قاعده معنا وما غتعرفوش ان شاء الله غتعرفي على المكملات كلها وبالبحث ديالك. الا بغيتي ان شاء الله تستافدي اكثر واكثر، حاولي انك تدخلي غير لجوجل وديري مكملات دي اكس ان، وغادي يخرجوا لك المعلومات على اي مكمل كتقلبي عليه بالفوائد ديالو. وشوفي المكملات كلهم ديال دي اكس ان راهم زوينين للجسم كل الصحيح قبل المريض والاطفال. نسيت في رمضان الوليدات اللي مقبلين على الصيام لاول مره حتى هما عندهم حظ وفير من المكملات، يعني حتى هما تعطيوهم من المكملات باش تساعدوهم شويه على انهم يصوموا بلا سخفه. يعني لاسبيرولين، الكوكوزي حتى هو تعطيوه للوليدات بحال هكا يشربوه بحال هكا مع الفطور، مع السحور بحال هكا ياخذوا الكوكوزي، يعني غادي يفيدهم ما غاديش يسخفوا. يعني نحاولوا حتى الوليدات تردوا لهم البال، راه كنلقاو شي وليدات مساكن دابا مع الامتحانات وغتكون في رمضان، فنحاولوا نردوا لهم البال ونحاولوا حتى هما نعطيوهم اطعمه اللي تفيدهم اللي تنمي الذكاء ديالهم. كاين عرف الاسد حتى هو نضيفوه لهم راه مزيان لهم. هو هذا كتسمحي لي، هو هذا مشروب صحي كيتكون من افخم انواع الكاكاو ومزود بالفطر الريش. هذا كيتعطى للوليدات العيالات اللي باغيين يتزادوا في الوزن. يعني ما كنصحكمش انا تزيدوا في الوزن المهم وبالنسبه لا في رمضان غتزيدوا في الوزن نعطيوه للوليدات بحال هكايا. الساشيه ديالها تقسم على جوج، اولا تقدري ديرها في كوب مع الماء دافي، اولا يكون الماء بارد لانه كيعطي واحد النتائج اكثر. ما ديروش مع الحليب، ديروه غير هكاك وراه عرفتي هو راه بلا ما تضيفوا لا سكر ولا حتى حاجه، راه هو حلو. وهذا يعني فاد بزاف ديال الوليدات. الناس اللي عندهم توحد، عندهم الحركه، فرط في الحركه، ما يتعطاش لهم. بالنسبه للوليدات اللي عندهم توحد وكيكونوا يعني غير باركين وساهنين وما كيهضروش وما كيتحركوش، نعطيوهم من الكوكوز. هاك اختي نعم ما كاين حتى مشكل. معنا اليوم واحد الشهاده عافاكم واحد شويه ديال الصمت. اجي في غدا وحنا بغيناك دابا على باش غدا اليوم. نعم اخويا هي الحجر في المرار الفطر ريشي الجي ال ان شاء الله تتواصل بوحدو تستعملوا بحال هكايا ان شاء الله وتواصل معايا وان شاء الله نقول لك لي دور ما كاين حتى مشكل. كانت عندي واحد الشهاده ديال واحد الاخت عندها الحجر في المراره كانت غادا تفتح والحمد لله راه كاينه في الجروب وقالتها ياك نعاودوا نطلبوها ان شاء الله في الجروب. المهم خدات الفطر الريشي الوقت اللي غتوصل للعمليه الموعد ديال العمليه فاش دخلوها داروا لها داك المنظار لقاو بان الفطر الريشي لقاو بان داك الحجر تفرست ورقيق وخرج لا حيد لا من المرار. والله الا خرجوها من البلوك قالوا لها ما بقاش عندك الحجره. فرحات بزاف الحمد لله. هو غير شوف استعمال المكملات خاصنا شويه ديال الصبر منين ناخذوا المكملات راه ماشي بالدقه والحين كنولي لاباس. نعم ان شاء الله ماشي مشكل. بغيتي تجيبها هنا مرحبا تواصل معايا نجيبوها ان شاء الله. ونقول لك انا شنو تاخذ على حسب كل الجسم. حنا الجسم ديالنا كتختلف من جسم لجسم. يعني غادي نلقاو جسم كيستجيب في يومين 3 ايام، جسم ما كيتجاوز شهر عاد باش كتبانوا عليه الاعراض عاد باش كيقول لي بخير. والحمد لله حنا غير الصبر والثقه وديروا النيه صافي. ديروا النيه لا ياخذ لاسبيرولين ولكن بلا دوز خفاف فهمتي. غير وحيده. بالنسبه اليوم كان في حقيقه 3 ايام من شوفي حنا المكملات ما كتعارضش مع الادويه. هذا هو اللي خاصك تعرفيه. يعني ناخذ الدواء وناخذ المكملات
لا لا ما كاين. شوف بالنسبه لينا حنا كاع الناس اللي كياخذوا الادويه ديالهم ياخذوا الادويه ديالهم ياخذوا معاها المكملات. ما كنحيدوش الادويه للناس، الطبيب اللي كيحيد ماشي حنا لسنا باطباء. حنا كنقولوا بان المكملات هي اغذيه لا تتعارض مع الادويه. ما عندهاش شي واحد بحال يجي يقول لك لا راه عندي مضاعفات وراه خديت عندكم مكملات. لا سير دير لها التحليل وشوف راه اغذيه، علاش غادي تغد ما غاديش تضرك، بالعكس غتفيدك. اذا رجعوا للشهاده ديالنا. سمحوا لي الله يجازيكم بخير. معنا واحد الشهاده اليوم الحمد لله بفضل الله وعونه وبفضل المكملات دي اكس ان استطعنا تكون واحد النتيجه زوينه. في الحقيقه فرحت انا، لان ما نكذبش عليكم هذه النتيجه اللي وصلت ليها فرحتني، واللهم لك الحمد. كتعتبر نقطه يمكن من النقاط ومن التجارب اللي انضافت لي خلال هذا العام. يعني عندي تجارب في التوحد وفي تجارب في المصران، عندي في القلب، عندي في الكلاوي، عندي يعني هادو تجارب كلهم الحمد لله لقيت عليهم واحد الصدى. ولكن ما عنديش واحد التجربه ديال التوكاد، تجربه التوكاد. والحمد لله بفضل الله كما قلت لكم جات هاد السيده عندي. جات النهار الاول جاتني سيده مريضه مدمره، الوجه ديالها ماشي هو هذاك. والحمد لله فاش جات مع الزوج ديالها داك الزوج ديالها تابعوا كيغادر لها خطره. المهم ولكن كنشكروا الله، الا كنشكروا صفقوا عليه فاش جاو قالت لي راه عندي المصران وعندي القولون وعندي مشاكل بحال هكا في الجهاز الهضمي. وفي الاخير هي تقول لي التوكاد. هنا صدمتني في الحقيقه والله العظيم. هنا انا اول مره دوز عندي هذه الحاله. ديك الوقيته انايا غاديش غنقول لها غتاخذ الفطر الريشي. يبان لي الزوج ديالها مع وما معيش، ما مساعدنيش. غنقول ليه الفطر الريشي 416 غايقول انا نزيد قدامي مع الباب. اصلا هو جاي اول مره وما مصدق. فعلا كلنا كنجيو ما كنصدقوش وما كنتيقوش. وانا نقول لها بقيت بحال قلت لها شوفي غادي تبداي بهادو، ولكن غادي تبداي بهذا المرانزي هو الاول يكون خير. خدات المرانزي يومين تقريبا 3 ايام حافظ معايا، شاد المذكره 3 ايام. هي تصيفط لي في الجروب داكشي بحال بحال البيضه خاسره. بدات كتلوح الكشكوشه هي الاولى. قلت لها مزيان، يعني احد الناس اللي عندهم يعني عادي مرات عندي. فاش لحت هذيك الكشكوشه النهار الاول النهار الثاني السبت هما جاو عندي مع الخميس، السبت جاو عندي هنايا عندي المحاضره. جا المسيو قال لي دابا قولي لي شنو ناخذ من الاخر، قولي لي اش غناخذ. قلت له دابا ثقتي يا اقتنعت بحالك تتا ولكن انت اللي اتصلتي بيا الحمد لله. صعيب هو شوف المراه مع المراه سهل انها تقنعها، ولكن باش انا نقنعك هذا هو الصعيب. ولكن الحمد لله تبارك الله دابا وصلت لي بشي 10 دخلت في الفريق ديالي اللي تقتنعوا رجاله الحمد لله اللهم لك الحمد. النيه ودرنا النيه وانتم درتوا النيه الحمد لله اللهم لك. فكان هذا السيد جا الحمد لله وخدا الفطر الريشي وخدات لاسبيرولين، يعني خدات داكشي اللي خاصه وخدات الكورديسيبس كنظن ولا صافي يلا خديتي دابا العرف الاسد. هاد يومين لا اله الا الله داكشي اللي ردات والله ما تقدروا تشوف. حتى ولا كيقول لها حبسي داكشي لسه فرغاتو من الكرش ديالها يعني الحمد لله بولفاف. ردات داكشي شنقول لكم كي الدم داكشي بحال الفريز بحال هكا رداتو كثير. وكنت تواصلت معها قلت لها واش انت بخير؟ الحمد لله. قالت لي كنحس براسي بخير ما كاينه فيه حتى حاجه. انا تخلعت حتى حاجه والحمد لله. اليوم راه معنا هي والزوج ديالها الله يدليو بالشهاده ديالتهم. ومرحبا بلاله محجوبه والسي سميه نعم السي عبد الرحمن كنحييه والله العظيم الى تبارك الله عليه وتبارك الله عليك. ولاله محجوبه اليوم ماشي هي لاله محجوبه اللي جاتني دابا في الاول ديال الشهر الحمد لله اللهم لك الحمد. غنخليو لاله محجوبه هي اللي غادا تقول لنا فاش جات وباش كتحس. من بعد غادي نسمعوا السي عبد الرحمن قول لنا فاش جيتي عندنا وكيفاش كتحسي؟ فاش جيت النهار الاول ما كنتش هي هذه، وجيت انا شفتها في تيك توك وجيت واتصلت باختي احلام الحمد لله ودويت معاها وقالت لي يا ودي اش غادي نقول لك. قالت لي جي عندنا مرحبا بك. وجيت توكلت درت اليقين في الله سبحانه وتعالى وجيت والحمد لله اللهم لك الحمد. ما خليت بالطبيب ما خليت فقيه ما خليت الراقي ما خليت حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله حمدنا سيدي ربي وشكرناه. ومني شربت هذه المكملات الغذائيه
الحمد لله. الحمد لله اللهم لك هو الحمد. داك الشيء اللي رديت ما نقولش لكم عليه، ما عمرني رديته. شحال من الاعشاب كليت، هو شحال من الدواء، شحال من حتى شي حاجه ما كليتها، حتى شي حاجه ما عمر فايدتني. ولكن الحمد لله المكملات الحمد لله ديما دي اكس ال. ديما دي إكس إل. قالت لي خديجه، قالت لي دي اكس ال ولا نموت. صافي ما تحيدوش لي دي اكس ال. الحمد لله كما قلتي اختي محجوبه، انت دخلتي عندي من التيك توك ياك. بزاف ديال الاخوات اللهم لك الحمد توجهوا لينا هنا للمركز بفعل الشهادات ديالكم. هاد الشهادات مقصوده انها توصل للناس، علاش؟ باش ان شاء الله يستافد الكل. حنا منتوجات دي اكس ال اللي هي صادقه ما غاديش نحاولوا نديروا لها الاشهار، ولكن الناس اللي جربوها هما اللي كيديروا لها الاشهار. ها هي تجربه حيه في التوكل عطات المنفعه ديالتها مع الدي اكس ال. الحمد لله. تبارك الله عليك، بارك الله والله يتمم لك الشفاء على خير. باقي التنقيه مازال، وغادي ندوزو السي عبد الرحمن. السي عبد الرحمن كذا السلام عليك بخير. كلشي بخير. قول لي انت الشهاده ديالك من جيت يعني عاود لي، قول لي من نهار جيتي مع الزوجه ديالتك كيفاش دخلتي والارتسامات ديالك. لا غنقول عادي ماشي مشكل. ماشي مشكل، قول لنا شنو كاين. والحمد لله ملي جيت هنايا انا كنت كنشوف راسي بحال كنكذبوا عليك. لا ماشي قاعد نكذب. ما تيقش انا ما طقتش نفسي ياك، ما تقتيش ياك. كنت كنشوف، انا قلت لكم زيد كنشوف انا واش انا كنقول يا هذه هي الاخرين. يعني هذه هي الاخرين. قلت لها شي بلاصه اخرى والله ما بقى نعاودها. دور الكاميرا زعما اللي مشينا شي بلاصه لحنت عليها فعلا انا عييت صراحه، عييت ما خليت في البلاصه. طبيب راه تعطيني انا عطاني ديال سميتو ديال النفساني. سمعوا ثاني ديال النفساني، عطاها فنيد نفساني باش يلا مسكينه تكالما من داك الصداع اللي عندها. كانت مسكينه ما كتنعش ودابا كتنعسي. الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا الحمد لله كتنعس. داكشي اللي الحمد لله داكشي ديال الثقه. الحمد لله كلشي بخير الحمد لله. قول لي كنتي كديها للراقي قلتي لي. اييه كندير الراقي. شحال كتخلص الراقي؟ واسن كيعطيني داكشي ديال الاعشاب. كنت كناخذ ديال 5000، كنت كناخذ ديال جوج كيضربوا لي الشهر. انا ضربت 3 شهور. هي ما كنتعاش. وانا جيتي عندنا عطيتك غير المولانزين 174 درهم باش بغيت. الحمد لله 3 ايام جاب الله قال لي 3 ايام جاب الله الشفاء. صراحه الحمد لله تبارك الله عليك. وكنحييك انايا. كتصور اختي احلام جاني العشوب من اكادير. والله انا من اكادير. جابهم لينا اللي كيصيفطوا، جابهم لينا حتى للدار. وما داروا باقي في الدار دابا يسمعوك. سبحان الله العظيم. ما دار لي حتى شي حاجه. ودابا كتحسي براسك عادي نورمال؟ الحمد لله. لا الحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد لله. كتقومي بالاعمال ديالك المنزليه. الحمد لله. وليتي خفيفه. خفيفه وليت ما كنت ما كنعس ما كنقدرش نوض. ودابا خاصنا نتشرطوا عليك السي عبد الرحمن. اللي بغيتي هادشي دابا ملي دخلنا عندكم جبدنا لك المراه. راه كان عندي واحد الليل اقسم لك يمينا ما كتهزوش يديها. اليديها ديال اليمين ما كتهزش، ديما حازمه، ديما تقي عليها، ديما كنتم ديما كتشكي تراوت تقول هنايا عندنا عطاني الزيت وكندهن بها. كتكت الزيت دهني بها يديك والو، ودابا كتحركي يديك. لا الحمد لله. وراه تبارك الله ما شاء الله حتى في البشره ديالتك، حتى في البشره ديالتك راه كتباني يعني البشره ديالتك ولات صافيه ومتجدده. انا حسيت براسي لان المكملات راه كتحارب الشيخوخه ياك. فالحمد لله تبعي المكملات ان شاء الله وتكوني بخير وعلى خير. ولكن كنشكرك ندير الاولى بعدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شوف الشكر لله سبحانه وتعالى والفضل لله والمكملات والزوج ديالك اللي حتى هو جا معاك، وانا كنحييك بالعكس. اللي كيتضامن مع الزوجه ديالته في المرض ديالها في اي حاجه كتضرها وكيحاول انه يمشي حتى الاخر معها، فالحمد لله الله يوفقكم من بعضياتكم والله ييسر لكم الامور ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. والناس اللي جاوا معكم انتم مرحبا بهم ان شاء الله. من العائله ديالها انضموا لنا بزاف ديال الناس الحمد لله اللهم لك الحمد، وهذا فضل من عند الله وهذا هو الخير الكبير. تبارك الله عليك. نشكرك احلام، نشكرك من هنا. بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. مرحبا بك في اي وقت. وسميتو الصادقي نشكرو حتى هو الله يجازيه بخير. بارك الله فيك. ونطلبوا الله ييسر الامور اللهم والله يدوز رمضان على خير وبخير ان شاء الله. وحنا في الجروب ان شاء الله نتواصلوا. مرحبا بكم وتصفيقات.
نتمنى للكل ان شاء الله، حتى نتوما ان شاء الله باذن الله. بغيت دير شهاده؟ مرحبا، ما كاين حتى مشكل. معنا الزوجين حتى هما يلا انضموا لينا الحمد لله. وكيقول انت نجيب غير الميكرو، لا بغيت تجي حدايا جي تعالوا تفضل. هذا واحد الاخ تا هو اتصل بيا من تيك توك. من تيك توك عيطتي دخلتي. السلام عليكم الاخوان، بخير كلشي مزيان هادين. انا المشاهده ديالي خديت النمره ديال اخت احلام في تيك توك وهضرت معها، قالت لي راه شنو كاين المشكل عند الزوجه ديالي وكيفاش قالت لي جي وكون خير. الحمد لله الحمد لله. كنقول لكم ديك جي وكون خير كنجيب كتجبدوا. الحمد لله جينا ودرنا النيه وجينا عند اخت احلام. الحمد لله اللهم لك الحمد. والحمد لله غادي سميتو الزوجه ديالي غادي كتحسن. دابا يلا بدات معنا دابا تقريبا شهر. يلا بدات. الحمد لله. كتحسي راسك باقا ما مكملاش الشهر؟ مازال ما كملش الشهر الحمد لله. كلشي 15 يوم الحمد لله. الحمد لله غادي الحاله كتحسن بخير وعلى خير، ولات كتنعس بخير الحمد لله. كانت حتى هي يدها كتموت عليها، كطيح لها، ما كتقدرش تهزها وما كتقدرش سميتو، والليل كامل ما كتنعش صراحه، كتعطيها الصداع صراحه. كنقول لها عرفتي اش غديري، سيري للصالون خليني انا نعس. مسكينه مسكينه. لا الله ييسر. سيري خليني نعس شويه، غدا خليني نعس شويه، مسكين. ولكن واخا كنحط راسي ما كيجينيش، ما غاديش تهنك خاطرك. والحمد لله الحمد لله. الله يخليكم لبعضياتكم والله ييسر لكم وان شاء الله ويتمم لها الشفاء على خير وديري معنا شهاده باذن الله. كنشكر اخت احلام. بارك الله فيك بارك الله فيك. مرحبا بك. كنشكر السي محمد والسي محمد الصديقي المكملات الغذائيه ديال ديكسان. مرحبا مرحبا مرحبا. هذا هو الجميل، هذا هو الجميل. السلام عليكم. لاله لاباس عليك؟ بخير امور كامله. تعطلتوا في حقيقه. اهلا لاله كوثر. وحنا درنا فينيش درنا الانتهاء. المهم بالنسبه كما قلت لكم هذا هو الجميل، هذا هو الجميل انك كتوصلي لواحد النتيجه، فعلا كتوصلي لواحد النتيجه اللي هي زوينه. الفضل الله كيقلب على النتيجه، والنتيجه هي حيه، كاينه نتيجه حيه فعلا فعلا. يعني حنا الهدف ديالنا ماشي الربح. انا بعدا كنهضر على راسي، انا ما كنهضر على راسي. انا فاش كيدخلوا عندي الناس من تيك توك وكيقولوا لي بشحال غتبيعي لينا، الهدف ديالي راه كاين المنتوجات بثمن البيع وبثمن العضويه. جا عندي الاخ بعت لك بثمن العضويه ولا بثمن البيع؟ ثمن العضويه، ما بعتش بثمن البيع. يعني من الشركه لعندك ما ربح حتى درهم مع الاخوات كلهم. ولكن الربح ديالي شنو هو؟ الخير مع الله والنتيجه اللي غادا تكون والناس اللي غادي يتزادوا. احنا رابحين مع الله اولا ومع الشركه. شوف ما غنكذبوش على راسنا، ما غندخلوا معكم النقيطات وغنربحوا، ما غنكذبوش، ولكن ما نكونوش طماعين. امين بارك الله فيك. حنا ما نكونوش طماعين. هذا الخير خاصو يوصل للناس، خاصو يوصل لجميع البيوت اللي في المغرب. صحيح انك غادي تلاقاي مع اللي غادي يرفضك واللي غايقول لك كتخربقي واللي غادي يقول لك غادي يدمرك ويهبطك، ولكن هذه طريق عامره بالشوك في حقيقه. احلام ما جاتش وقفت هنايا من الباب، جيت وقفت هنا، ما يمكنش. طحت ونط وخسرت تعايرت سبيت، يعني تيكون شي مشكل. ولكن اللي زوين ان هذوك الناس اللي هما رفضوني النهار الاول رجعوا كيعيطوا ليا، فهمتيني؟ دوك الناس اللي رفضوني النهار الاول واقترحت عليهم الفكره رجعوا عيطوا ليا، عافاك انت وليتي بخير، انت اشنو درتي؟ كنخرج دابا غدا مشيت نتقديت في السوق، غادا في الطريق كنتلاقى مع جارتي كتقول لي بقات عندك الكرش اش درتي وضعفيتي اش درتي؟ خديت المكملات النهار الاول قلت لك خدي معايا المكملات، ما بغيتيش تاخديهم وهذاك المكملات وجيبي ليا. واخا انا اللي وليت كنقول لهم بلاتي واخا بغيتي جي عندي للفرع، جات مرحبا ما جاتش ما عنديش مشكل. انا اللي كيهمني ان شي واحد انا هذاك الشخص اللي غادي نتعامل معاه يكون مقتنع، ما غيعينيش، ما هذاك اللي غادي نبقى تابعاه اجي خذ خاصك دير هذا كيحرق لي راسي ما عندي ما ندير به. راه كاينين شي ناس كيجيو لهنا احلام بغينا احلام وكيتبرك معاك وبالساعه وبالساعتين وما كتاخذ والو، وتمشي تقول لك عطينا الرقم ديالك وتعيط لك وتشحفك وما تاخذ والو نمن اختي خدي درت وكتشرحي لها وكنعطي الخاطر. الحمد لله اللهم لك الحمد. غير بعض الخطرات كتطلع ليا انا راه بنادم الجروب ديالي راه عارف كنعطي نحاول نعطي الخاطر، ولكن بنادم ما خاصوش يعيق. ديكسان كتختلف على الشركات الاخرين، يعني دوك الشركات
الشركات اللي نتوما عارفينهم في راسكم، حنا غندخلوا دابا واحد المرحله ديال السيستم. الشركه ما كتقولش لك انك كل ما جبتي ناس هذوك الناس راك انت غادي تربح. انا جبت هذا وجبت هذا وجبت هذا وجبت هذا وجبت هذا وقيدتهم تحت مني وتقداو وانا باركه وغادا نربح. الناس اللي معايا في الديكسان وي دار بيضاء، انا جبت هاد الناس تقيدوا تحت مني تقداو وانا كنشوف فيهم غنربح؟ ما غاديش نربح. علاش؟ حيت انا الكود ديالي خاصو يخدم، الكود ديالي نعمرو نربح معاهم ومع راسي. الكود ديالي خاوي واخا نجيب المغرب كله يتقدى تحت مني ما غطلع ليا حتى درهم ما طلعش ليا. هادشي علاش كنقولوا حنا الخدمه فيها حلال، غير اللي باغي يغلط راسك. كودك اللي ما دوزتيش فيه 100 نقطه والله لا طلعتي بوني واخا يدخلوا تحت منك كما قلت لك المغرب كله. تسجلي انت جيبي ناس تسجليهم تحت منك، كل واحد يدير داكشي اللي يقسم الله عليه وانت الكود ديالك يبقى خاوي ما غاديش يدوزوا لك البونيس ياك، حيت التسويق فيها الشبكي. اما الا دوزتي في الكود ديالك انت وخدمتي مع الفريق ديالك تابعتي الفريق ديالك سولي فيه كل نهار، ماشي حتى الاخر ديال الشهر وتقول لها فلانه مالكي ما دوزتيش الكوموند ديالك تيفيكاتي ركده مالكي ما دوزتيش. ولا كاينه واحد الاخت هنايا جيت واحد النهار انا الحمد لله كنحاول انني نسد الكودات في نهار 15 نهار 10 بحال هكا كنحاول نسد الكودات. فكنشوف انا بعض الاخوات كيجيو حتى النهار 30 ولا 31 في الشهر وكتجي كتبك هنا وتعيط في التليفون شوفي غنجيب لك الفطر ريشي، شوفي غنجيب لك المرانزي، شوفي باش تكمل ليها الكود ديالها. وهذيك السيده ما فطاقتهاش انها تاخذ داك الفطر ريشي داك النهار. علاش غتلزمي على انك تاخذ؟ علاش خدمتي غير في كود وكتجي حتى الاخر ديال الشهر باش تنوضي عباد الله نوض فيهم الحرب. لا هذه راه ماشي طريقه ديال العمل، هذا راه كيتسمى هو النصب استغلال. برافو عليك. هذه القضيه حاولوا ما ديروهاش مع الجروبات ديالك، خدموا معاهم من النهار الاول. راه شفتوا راه الاخوات غيقولوا لكم حنا الجروب ديالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. الاخت راه انضمت لينا، يعني ماشي شي جروب اللي كنحفزوا ان دير 100 ولا دير 6. تعرف على المكملات هما الاولى، حيت كل ما تعرفت على المكمل غتقتنع وغتقنع واحد اخر، فهمتيني؟ وغيكون تكون عندك واحد اللكنه ديال الاقناع. وكل ما استهلكتي نتيا وخديتي داك المنتوج كل ما غتحاولي تدافعي عليه بقوه. غتجي وحده تقول لي لا سبيرولين ديالتكم ما فعلاش، غنوض غنقول لها 4 ايام ولا سبيرولين. قلت لها فين كليتيها انت ولا فين شربتيها ولا شكون اللي هذا اللي خداها ودارت ليه وفعلت ليه وتركت ليه وانا مخرجه عينيا ياك، حيت انا جربت لا سبيرولين وعطيتها للناس وجربوها حتى هما ياك. فهنا غتكون عندي قوه الاقناع. انا دابا هاد المحاضره دازت من هنا وخرجت من هنا ودخلت من هنا، يعني ما كنتش محضره انا، ولكن حاولت ان نعطيكم واحد رؤوس الاقلام يعني متنوعه. فانا كما قلت لكم نجرب ونستهلك المنتوجات على راسي ونعرف هاد لاسبيرولين ديال ديكسان شنو هو الفرق ما بينها وما بين لاسبيرولين اللي كاينه وكتمتوفره في السوق. القهوه اللي كاينه في ديكسان شنو هو الفرق، شنو اللي كيميزها على القهاوي الاخرين، الفطر الريشي شنو هو، المرانزي مناش كيتكون. هذه معلومات كلها خاصها تكون عندك. هاد المراحل كيخليوك انك انت كتنمي ذاتك، كتحسي براسك انت شهر على شهر انت غادا في دي اكسان وانت كطوري في ذاتك وانت الحياه ديالك كتغير صحيا وماديا ومعنويا. كتحسي براسك شي حاجه انت كتفهمي وكتقراي وكتفورمي الناس. كتحس كاين شي اخوات كتحضروا راسهم ولا طباء كتقول لها تاخذي مع الصباح لاسبيرين كتكتب ورقه ودير لها بحال روشيطه. وهذا غلط هذا غلط. نمشي غير مع بالعقل. هذه راه اغذيه كتدخل للجسم وكتنقي الجسم فقط. غير هي واش خاصنا نديروا معاها الماكله اللي هي صحيه والماكله اللي غادا تفيدنا الجسم ديالنا ونتحركوا. ومن الافضل استطاع الواحد انه يصوم او لا يدير الحجامه غتكون النتيجه 100%. رمضان كريم والله يدخل عليكم الصحه والسلامه، وان شاء الله نهار اخر محاضره اخرى ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم على الحضور ديالكم وتبارك الله عليكم. والله ان شاء الله دوزوا هذه الايام بخير وعلى خير. يلا تبارك الله عليكم.